ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا جماعه، متنسونيش في الاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا يا بنات، انا كان معايا هنا نص فرخه. نجعها في محلول الملح بتاعها، خل وليمون وملح. بصوا يا بنات، هديها شطفه وهرجع لكم تاني. ده نص فرخه. بصوا حبايبي، انا وزوجي بس في البيت، ومعايا بنوتي سنتين ونص. فاحنا بنعمل الاكل يوم بيوم. تمام، يعني الغدا بغدا. عشان الاكل ما يقعدش والجو حراره ديكم زي ما شايفين وكده. فما تستغربوش ان انا عامله نص فرخه يا بنات، بس انا اعمل جنبها حاجات تانية. بس يا حبايبي، فانا بحب اعمل الاكل يوم بيوم. ده حبايبي والله ساعات الاكل ده بيفضل مني اصلا. دي نص فرخه يا حبايبي. اغسل ايديا بس كده عشان اقدر اتعامل من الزفاره بتاعه الفراخ. بص حبايبي، طالما مسكتي فراخ وغسلتيها لازم تغسلي ايدك كويس عشان تقدري تلمسي اي حاجه. الحنفيه، لو كنت تمسكي كب، لو كنت تمسكي حله. لازم بعد الفراخ يا حبايبي نغسل ايدينا كويس جدا عشان تقدري تتعاملي في اي حاجه تانية. بص حبايبي، انا مش همسك اي حاجه تاني غير لما غسلتي ايدي. فحبايبي لازم بعد الفراخ، بعد ما تغسليها او اي حاجه لازم تغسلي ايديك كويس جدا. بص يا حبايبي، هنا انا معايا الكبه. ما عندكيش الكبه ممكن تخرطي البصلايه دي على ايدك. معايا بصلايه هضربها في الكبه. ما عندكيش الكبه ممكن تخرطيها على ايدك صغير. تمام حبايبي. دي بصلايه متوسطه. دي بصلايه متوسطه. احنا هنعمل نص فرخه ده هنشويه. دي فراخ، دي بصلايه، عذرا يا بنات. دي بصلايه متوسطه. هتعملي فرخه كامله، اعملي بصلتين متوسطتين يا بنات. بصلتين من الوسط. تمام، هنضرب كويس. وهنضرب البصلايه دي يا حبايبي. بص يا بنات، تتبيله خفيفه وجميله و يعني خفيفه عليكي كده في الحراره دي. جميله جميله يا بنات والله. بص يا بنات والله، انا يعني جربت جميع تتبيلات الفراخ تقريبا. هي التتبيله دي اللي انا ارتحت لها كده وخفيفه يعني بتريح المعده كده. بص يا حبايبي، بعد ما ضربت البصلايه اهي، تمام، هنزلها من الكبه في الصينيه اللي انا هعمل، اللي هدخلها الفرن، اللي هحط فيها الفراخ، في قلب الصينيه اللي هحط فيها الفراخ. زي ما شايفين كده حبايبي. اهي حبايبي البصلايه. بص حبايبي، هنتبل ايه بقى؟ هنتبل دي معلقه فلفل اسود، معلقه فلفل اسود يا بنات، دي معلقه فلفل اسود. البرطمانات اللي هي بتاعه التوابل دي فيها معالق اصلا. ودول معلقتين ملح برضو من المعلقه بتاعه التوابل دي. هبص المعلقه صغيره. والله يا بنات كان الملح مظبوط على الشعره. والله يا بنات كان الملح بتاعها تحفه، لا عادم ولا مالح. جميله جدا. بص يا حبايبي، التوابل دي توابل 7 بهارات. حبايبي التوابل دي هتغنيكم عن توابل كتير في البيت. يعني انا حطيت على البصلايه معلقه من الفلفل الاسود، معلقتين من الملح، من معلقتين صغيرين اللي هم بتوع برطمانات التوابل، ومعلقه ونص من ال7 بهارات. خطيره يا بنات، خطيره. التوابل فيها مظبوطه. بصوا حبايبي، انا لبست جلافز عشان ريحه البصل ما تبقاش في ايدي وكده. انا على طول والله يا بنات بلبس الجلافز، مش عشان تصوير ولا حاجه، انا على طول والله بلبس الجلافز كده وبشتغل بيه. هدعك البصل كله كويس حبايبي في التوابل عشان البصل يشرب من التوابل كلها. اهو يا حبايبي، بعد ما دعكنا البصل كويس خالص، الفرخه يا بنات هنتبل من تحت الجلد والفتحات. بصوا هنظبطوها عشان التتبيله توصل لجوه. والله يا بنات كانت التتبيله تحفه 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 فيها. اه حبايبي كده، انا غسلاها ونقعها من بدري والله زي الفل الفرخه. اه حبايبي، تحت الجلد كده، خلي التتبيله تدخل فيها كده اهو يا بنات. بص حبايبي، هي كل الفرخه ما هتقعد في التتبيله كل ما هتزيد حلاوه اكتر. عايزه تقعديها في التتبيله ساعتين قعديها، عايزه تعمليها بتبتدي بيها لغايه لما تخلصي شغلك وفي الاخر تبقي تحطيها تاخد تتشوي في الفرن. اعملي كده. حضرتك موظفه او شغاله وعايزه تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة اول ما تيجي تشتغلي فيها، اعملي كده. زي حالاتي انا عملتها من بالليل وحطيتها في الفريزر لغايه لما جيت من الشغل قبل الغدا، طلعتها حطيتها في الفرن وسويتها.
تمام حبايبي. عملت يا حبايبي جنبيها جلاش بالجبنه، والله يا بنات الجلاش بالجبنه تحفه. للاسف بعد ما صورته لكم راح المقطع اتمسح مني. وعملت جنبيها ملوخيه وشويه سلطه بلدي كده، والله يا بنات الاكل يستاهل بقكم، تحفه تحفه تحفه. والله زعلت جدا بعد ما صورت الجلاش بالجبنه، ما عملتوش باللحمه، عملته بالجبنه، ميكس جبن وجبنه رومي وجبنه، عملته بالجبنه البيضه يا بنات، وعملت عليه قطعت فيها قرن فلفل اخضر، والله يا بنات كانت تحفه. بصوا حبايبي، هنا دي بعد ما تبلنا الفرخه، هغلفها بورق زبده وورق فويل. حطيت الاول ورق زبده عشان الورق الفويل ما ينزلش صدى عليها ويبقى صحي اكتر برضو، وده ورق فويل. دي هدخلها التلاجة يا بنات، وتاني يوم عملتها، ديني بقول لكم هدخلها التلاجة، وتاني يوم اول ما اجي من الشغل هعملها على طول. بس يا بنات، وادي بعد ما حطيتها في الفرن وطلعتها، والله يا بنات تحفه، تستاهل بقكم كلكم والله يا حبايبي. جربوها يا بنات والله مش هتندموا، جربوها على مسؤوليتي، تحفه يا بنات تحفه. تتبيله داخله من جوه فيها وجميله جدا. اهو يا بنات ادي الغدا بتاعنا ده النهارده ان شاء الله، شويه سلطه والفراخ وشويه ملوخيه والجلاش بالجبنه، ده خطير يا بنات، خطير خطير خطير. ان شاء الله برضو مره تانية هصوره لكم. وبنسقيه عادي من السقيه بتاعت الجلاش باللحمه برضو، كوبايه لبن على، لو عندك بيضه حطي، لكن انا ما حطيتلوش بيضه، ما بحطلوش بيض اصلا. كوبايه لبن على معلقه سمنه كده وملح وفلفل، بتبقى خطيره خطيره يا بنات. ده الغدا بتاعنا يا بنات، الغدا بتاعنا ده النهارده حبايبي. اهو يا بنات ادي الفراخ، والله يا بنات جميله. ودي الملوخيه حطيتها في طاجن كده اهو يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين. ما عملتش رز يا حبايبي عشان في عامله جلاش وفي عيش، وعشان الاكل يخلص. اهو يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده. لا تنسونيش في اللايك يا بنات،